ما كتحتملش الظن نهائيا، ما يمكن كلات أولا ولا تخمم فيها إطلاقا. ولهذا إجماع الناس على كون هذا تلقي تواترا عمليا عن رسول الله، ما عندكش الحق أنت تنكره ولا تأول به الآية. ولذلك الآية القرآنية تفهم في إجماع وتضافر الأحاديث، مئات الأحاديث، مئات الأحاديث الصحيحة التي فاق إحصاؤها حد التواتر اللفظي بتحريم الخمر، ثم عمل الصحابة المجمع عليه اللي ما خالفوش ولا واحد، عمل ملايين بعدهم من الأمة. ويجي واحد في آخر الزمان يبدأ يفهم لنا في الدين، يقول لنا لا هذه الآية كذا، يعني هذا مخالف المنطق العقل. دابا احنا نتكلموا يعني بالقوانين بحال قوانين الطبيعة، بحال قانون الجاذبية. هلا واحد بغى خصو يقنعني بأنه يعني الشمس ملي كتشرق راه يعني ما كديرش الضوء، يعني محني هذا في عقلي، ما يمكن ندير، ما استطيع ان اقبل هذا، غير ممكن. اذا اشرقت الشمس وما كاينش الموانع من السحب او غيرها، ما كاينش موانع، خاص يجي الضوء بالسيف، يعني حتميه ارسال النور او حتميه تدفق الضوء من الشمس حتميه كونيه، لا تقبلوا الرد او النقد، لا تقبلوا هذا. ولهذا فعلا تحريم الخمر وتحريم الربا وتحريم الزنا هذا يكاد يكون عليه إجماع ماشي ديني، بشري. جيب لي هدول النصارى بشرط يقلع منهم الأهواء، سيجمعون على أنها خبائث. يعني العاقل الحصيف من غير المسلمين غادي يسمي الربا ظلم اقتصادي واجتماعي، ويسمي الزنا فاحشة، ويسمي السرقة خيانة، ويسمي الظلم ظلم، والعدل عدل. هما عارفين اللي هدول النصارى لأنهم ظلمة، ولكن شايفين الظلم بالنظر القصير ديالهم، شايفين مصلحتهم. كل مجرم إذا باقي فيه جرام ديال الإنسانية مازال ما مسخ اخترع تحول من الآدمية إلى بهمية، راه ملي كيدير الخطيئة ديالو كيعرف بأنه مجرم، كيف ما كتبغى تكون نوع الجريمة. يعني كاين الحق المطلق في الكون، وكاين الباطل المطلق في الكون اللي يعني يستند إلى الفطرة اللي خلق الله بنادم. فطرة سبحان الله العظيم، يعني كاين واحد الفطرة تصوروا واحد شيء عجيب جدا. الناس يعني يبغيو ياكلوا ديال الناس ويبغيو يظلموا، ولكن راه كاين واحد الوازع زعما اللي يتامن بنادم، تامنوه وازع انه ما كيظلم وما كيتعدى وما كياخذ ديال الغير وما يدير جريمه الا في حالات شاذه. هو عنده حالات شاذه، هذيك حالات الشذوذ تكثر حينا لاسباب اجتماعيه واوضاع نفسيه وتربويه، وتقل حينا اخر. ولذلك المجرم اللي كيقتل عباد الله، شي خطره تلقاه مهدن وتقرب لحدا ما يأذيكش، ما عندوش ديك اللحظه الكانه ديال الجريمه، لانه في حاله وضعيه عاديه. هذيك هي الوضعيه العاديه ديالو. السبع الا شبع لا يفترس، ما كيقتلش السبع تيجوع، يعني حتى كتكون عنده الحاجه البيولوجيه للطعام والشراب، ديك الساعه كيمشي يقلب على ما ياكل، لما يشبع الغزال دايز قدامه كيتفرج فيه. هذه راه خليقه ديال ربي دارها بنادم. ولذلك مفاهيم الحق ومفاهيم الظلم ومفاهيم الباطل مفاهيم طبيعيه. الدين اشنو دار؟ الدين حماها، جاء قال لنا هذه امور فطريه طبيعيه، عندك وتخسروا الطبيعه. راه هادشي اللي جا يديروا عدم افساد الطبيعه، عدم التدخل لتدمير قوانين الله في الطبيعه. هذا هو الدين. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. راه مازال ما جاش حكم التحريم، ولكن يقول لك الوضعيه ديالها الطبيعيه راه ما تصلح لكمش، ما بغيتش تفهم راسك ولا حرام، من بعد عطاك الحكم. هذا هو النسخ في نهايه المطاف. باش نوصلوا النسخ في نهايه المطاف تربيه الخلق على الالتزام بالفطره، او بالاحرى على العوده الى الفطره. كل مولود يولد على الفطره. إذن الطبيعة العوجاء كتجي من بعد، أمر طارئ بتدخل الثقافة المنحرفة تاريخيا الثقافة انحرفت وكتجي تخسرنا.
أما الأصل بنادم أنه بنادم قاد توازن، كيعرف الحق ويعرف الباطل، كيعرف مصلحته. الدين إذن يقر الإنسان على الخير ويحذره من الشر، لأنه فعلا إلى ما نساجمش ونخارط مع أهل الحق ومع النور كيمكن يزيل. ولذلك يعني القرآن عامل، الشريعة بصفة عامة الكتاب والسنة عامل معا، طبعا يتبعهم اجتهاد الفقهاء، على تربية الخلق على التزام الحق وعلى البقاء عليه والوفاء به لله. وهذه الفطرة اللي فطر الله تعالى بها بني آدم من بداية الخلق الأولى، فاش الله سبحانه وتعالى بصم على القلوب ديالهم الإيمان بصمة إلهية ربانية على قلوب العباد مبصومين على الخير وعلى الإيمان، والانحراف يأتي بعد. كل مولود يولد على الفطرة، وذلك قول الله جل وعلا قبل ذلك في القرآن الكريم: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فطرة إلهية وكدير البني وكدير الطبيعة، طبيعة زينة مخيرة ما فيها لا عوجية لا انحراف، حتى كيجي في سدها بنادم كل شيء شد موضوع، كواكب، النجوم، الفضاءات، المياه، الأشجار، الحيوانات، ربي مقد الشغل كامل، الأرزاق، الأقدار، غير بنادم يتدخل بالفهامة العوجة ديالو بالأنانية ديالو كيبدا يخرب في الحيوان، يخرب في المياه، يخرب في الأسماك، يخرب في الأجواء العليا، في كل مكان مفسد حقيقة. والسبب الرئيس غواية الشيطان للإنسان بإخراجه عن مقتضى الفطرة، عن مقتضى الدين. النسخ أسلوب العلاج الشواذ، راه هذا هو المعنى ديال النسخ، أسلوب العلاج الشواذ، ذو الحالة الشاذة في البشرية، اللي شاذ عنده شذوذ في مخه، يعني ما معنى الشذوذ؟ نحافظ على الفطرة، هسك ربي خلقوا عليها وطلقوا، شنو يمشي جوا زاغ مشى من هذا الجهه. اذا كيجيبوا ربي تعالى النسخ باش يردوا السكه وعاود يطلقوا يمشي. والمثال الشهير اللي ضربوا به الفقهاء غالبا هو الخمر، وكثير اشياء اخرى موجوده، لكن ضربوا به المثال لانه سهل ومعروف عند الناس بزاف مدرسي. لما جاء القران كينزل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، والعرب لقى العرب مسخو ما بقاوش في الطبيعه الادميه في شحال من حاجه، كما هي كثير من المجتمعات اليوم، واحد العدد ديال الاشياء الناس فيها مسخو، والحق ولا فيها باطل، والباطل ولا فيها حق مع الاسف. فاذا هاد الناس اللي مسخو يعني راه كيبدا اللي وقع له انحراف في مخه في المفاهيم ديالو، كيبدا يتصور راه على الحق. اذا باش تفهموا بلي راه على الباطل وتحولوا من ذاك الباطل ديالو وتردوا للحق، خصو علاج بهذه العباره بالضبط، علاج راه ماشي فهمها، ما خصوش يفهم، يعني من بعد ما يفهم ما يتحول لكش، خصك تداويه. فلذلك القرآن كان بإزاء احتمالين، يعني الله تعالى لما بدا ينزل القرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في العرب اللي هاهما كيسلموا بعضهم يسلم، سبق في علم الله ابتداء أن الخمر ستكون محرمة. يعني غلط اللي كيقول ربي أباح الخمر وحرمها، أبدا هذا الكلام عمره ما كاين، ما لم يحدث قط في كتاب الله وسنة رسول الله أن الله جل وعلا أباح الخمر ولو لليلة واحدة. ما يتذكرش هذه العبارة ديال إباحة الخمر، ولكن العلم الشرعي كيقول سكت عنها، وفرق كبير بين المسكوت عنه وبين المباح. واحد الحاجة سكت عليها، ماشي قلت لك راها زينة، لا سكت، هذه ماشي إباحة، هذا مسكوت عنه، والمسكوت عنه يسمى عفوا. عفو زعما راك كتشرب الخمر وراهي مضرق عليك، يعني الله يسامح، ماشي حلال سميتها الله يسامح، زعما راه ذنب وراه مغفور حتى يجي الحكم، راه دقيق بحال الشعرة. معفو عنه أو مسكوت عنه شيء، ومباح شيء آخر. مباح زعما راه في الداني دير اللي بغيت فيه، عمر ربي تعالى سبحانه وتعالى. ما ثبت أن القرآن صرح ولا أشار، حتى الإشارة ما تعطيلكش اللغة القرآنية، ولا أشار بإباحة الخمر بالإباحة، وإنما كل التعابير لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يسألونك عن الخمر، كلها
يعني تكاد تصرح بتحريمها ولكن ما صرحت، فسكتت عن التحريم وأرجعت التحريم إلى حين حتى يطيب الإيمان في قلوب الناس. جوج احتمالات كاينين، يا إما أن الله تعالى يحرمها ابتداء، من الضربة الأولى الخمر حرام، اللي بغى يدخل لهذا الإسلام، اللي بغى يدخل الإسلام راه يدخل، راه الخمر حرام ولا ما يدخلش. زعما صعيبة على الله سبحانه، ما يدخلوش. جهنم واسعة جهنم، نطلب الله السلامة والعافية وأن لا يقربنا منها بقول أو بعمل. ولذلك قال من بعد الآية، انتبهوا لهذا المعنى هذا: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. زعما راه بعجزوا سبحانه باش دار لكم هذا التخفيف؟ لا، ليس بعجزه، قادر باش يدخل كل شيء لجهنم، لكن سميته الرحمن الرحيم. من صفته ورحمته سبقت غضبي. نقدم الرحمة حتى ما تبغيوش الرحمة.